إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. اعلموا عباد الله أن الذنوب سبب لمحق البركات ونزول العقوبات. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد علم من أناس سبقونا في الوجود في هذه الدنيا، علم منهم ذنوبا، علم منهم مخالفة لأمره، علم منهم شركا وكفرا، علم منهم اختراعا وابتداعا وشرعا لأمور ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العقوبات كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا فيما كان في السابقين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله سبحانه وتعالى رحيم حليم، والله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، وله الحكمة سبحانه وتعالى في معاجلة من شاء بالعقوبة وفي إمهال من شاء سبحانه وتعالى. المؤمن عليه أن يكون دائما ناظرا في شأن الله سبحانه وتعالى وفيما يكون من الله تعالى إليه، كيف أن الله تعالى يمكن أن يعاقبه بأنواع من العقوبات، وكيف أن الله تعالى يرحمه ويمهله ويعطيه ما شاء سبحانه وتعالى من المدد ومن الفرص التي يمكنه فيها أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب إليه. عباد الله، اعلموا أن الذنوب جراحات. الذنوب هذه جروح تجرح في جسم الإنسان، هي كالذنوب الجارحة في جسم الإنسان، ولكنها تجرح الإنسان جروحا إن شئت فقل كما يعبر بعضهم تجرح الإنسان جروحا معنوية. قد يكون الجسم سليما على أحسن ما يكون، لكن الإنسان مجروح بأنواع من الذنوب، وبعض هذه الجروح قد يكون حاصلا واقعا في مقتل، فإذا بالإنسان يقتل بهذه الجروح قتلا بطيئا وهو لا يشعر. إذا كان الإنسان مريضا فإن شعوره وحساسيته تكون ضعيفة، إذا كان الإنسان ميتا فإنه لا يشعر. وهذه الحياة لا تكون فقط بحياة الإنسان وصحة بدنه وسلامته في الظاهر،
بل المقدم والأهم من كل هذا والأنفع لصاحبه في الدنيا والآخرة أن يكون ذا قلب حي، ذا قلب صحيح، ذا قلب سليم. الله تعالى لما يذكر يوم الدين يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما صاحب الذنوب فإن هذه الذنوب قد جرحت قلبه، إن هذه الذنوب قد أفسدت منه ما أفسدت وأتلفت منه ما أتلفت، مما يخشى معه في بعض الأحيان ألا يستطيع المرء، لا لعدم رحمة الله تعالى ولا لأن الله تعالى يمكن ألا يهديه، بل الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو على كل شيء قدير. ولكن يمكن بسبب ضعف هذا المرء، بسبب ضعف هذا المكلف، بسبب خوائه وخلائه عن كثير من الخير، يخشى ألا يكون راجعا إلى الحق، مراجعا أمر ربه مرة أخرى ونادما وتائبا إلى ربه سبحانه وتعالى. لا بد أن نفهم هذه الذنوب التي تكون منا والتي تقع منا والتي يعاقبنا الله تعالى بها كما يعاقب من كان قبلنا، وكما يمكن أن يعاقب وسيعاقب من يأتي بعدنا بالغلاء والوباء وأنواع الأمراض وأنواع الأدواء. هذه الذنوب إلى أي شيء ترجع؟ ينبغي أن يعلم أن أصول المعاصي كلها صغارها وكبارها كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ترجع إلى 3 أشياء. المعاصي كلها ترجع إلى 3 أشياء. الأمر الأول التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني طاعة القوة الغضبية. الأمر الثالث طاعة القوة الشهوانية. أولا التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إليه الشرك، ومنتهى الأمر في هذا الباب الشرك الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الملة. رب العالمين قال في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولماذا يقول الإنسان على الله ما لا يعلم؟ لأنه متعلق بغير الله، يرجو من غير الله، يخاف غير الله. لماذا يترك الإنسان إخلاص العبادة لله؟ لأنه متعلق بغير الله. لماذا لا يكون العبد الذي ينتسب إلى الإسلام مواليا في الله ومعاديا في الله؟ لماذا لا يحقق ما أمره الله تعالى به من الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين؟ هذا لأنه متعلق بغير الله. لماذا يصدر من شخص يتكلم باسم الدين أن من مات على غير الإسلام يمكن أن يدخل الجنة؟ والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يبتغي والذي يسلك والذي ينهج والذي يدين بأي دين سوى دين الإسلام فإن الله تعالى لن يقبل منه، وإن الله تعالى لن يقبله حتى لو قتل في الدنيا مظلوما مغدورا، فإن الله تعالى لا يقبله ولا يدخله الجنة أبدا. كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا قول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي ذكره الله تعالى وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون.
انظر أنى يؤفكون أنى يصرفون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ثم قال الله تعالى بعد آيات كثيرة في نفس السورة في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله وخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ممن يدعون لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. الذي يكذب رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه متنبئ مدع كذاب ويشرك بالله تعالى ويجعل الله الإله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته يجعله متعددا مثلثا ويشرك مع الله غيره ويدعو مع الله غيره ويصرف قلبه بالعبادة لغير الله. هذا لا يمكن أن يكون مسلما ولا يمكن أن يكون ناجيا. هذه آيات كتاب الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لست إرهابيا ولست داعشيا ولست إخوانيا ولست تكفيريا أكفر الناس بغير حق ولكنني مسلم مؤمن بكتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم أكفر من كفره الله ورسوله وأقول بهذا وأنطق به. فمن لم يرضى بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن مات غير راض بشيء من كتاب الله أو مات منكرا لشيء من كتاب الله فضلا عن أن ينكر كتاب الله أو أن يكذب بالقرآن الكريم أو يزعم أنه من كلام البشر، من أنكر شيئا من كتاب الله فإنه يموت على غير دين الإسلام لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه في الدنيا فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله تعالى منه شيئا، وهو في الآخرة في النار مخلدين بكلام الله تعالى ليس بكلامي. وهذا مجال ليس لأحد أن يتكلم فيه من عند نفسه ولا أن يفتي فيه، ولو كان رئيس مجمع من المجامع التي يقال لها إسلامية أو كان يلبس عمامة كبيرة أو كان يقول ما يقول، هذا أمره إلى الله. نريد أن نعرف حكم الله، لا بد أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لم يفوضنا في الدنيا حتى نحكم نحن على الناس بأهوائنا وأغراضنا، أو حتى نقول بالباطل أو بالظلم على خلاف ما أنزل ربنا سبحانه وتعالى. ما الذي يفضي إلى مثل هذه المقالات الفاسدة؟ ما الذي يفضي إلى عدم الحكم على الكفار الذين كفرهم الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ألسن رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام من اليهود والنصارى وعباد الأوثان وأصحاب الأديان والإلحادات المختلفة، الذي لا يحكم عليهم بما حكم الله تعالى به عليهم. من أي شيء ينشأ هذا؟ ينشأ هذا من الجهل العظيم بدين الله والتعلق بالدنيا والتعلق بغير الله والتشبث
بما يقوله المستشرقون والمستغربون الذين هم لدين الله تعالى معاندون والذين هم عنه حائدون. وإذا ما ثبتوا على هذا فليست المشكلة العظمى بالنسبة إليهم في الدنيا، وإنما لهم مشكلة لا شك، مشكلتهم العظمى في الآخرة لما يؤتى بالكبش كما في الصحيحين، لما يؤتى بالكبش الذي جعل الموت في صورته، يجعل الموت على صورة كبش ويؤتى به بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ثم يذبح الكبش بين الفريقين، بين أهل الجنة وأهل النار، بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذا كنت في ذاك اليوم في ذاك الموقف تريد أن تكون من أهل الجنة فاتبع كلام الله، اسمع كلام الله، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وكما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الذي ينتهي بصاحبه إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هو أعظم أسباب الذنوب والمعاصي التي يأتيها بنو آدم والتي تكون من بني آدم. التعلق بغير الله مفض إلى الشرك بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا وذرارينا من كل شرك وفتنة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين إمام المجاهدين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن أصول المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة أشياء. أولا التعلق بغير الله، وهذا منتهاه الشرك بالله والكفر الأكبر بالله سبحانه وتعالى، أعاذنا الله تعالى وإياكم وجميع المسلمين من هذا. الأمر الثاني أو ثانيا طاعة القوة الغضبية، أن يكون في المرء غضب وأن يكون هذا الغضب فيه مطاعة، فهذه الطاعة للقوة الغضبية تدفع الإنسان إلى الظلم. هذا الظلم قد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح والأركان، يختلف باختلاف حال الظالم وباختلاف مطاوعته وطاعته لقوته الغضبية. منتهى هذه الطاعة للقوة الغضبية القتل والعياذ بالله تعالى. ففي هذا الباب تجد أن القتل منتهى الظلم بذاك الاعتبار. الأمر الثالث أو ثالثا طاعة القوة الشهوانية، وطاعة القوة الشهوانية تفضي إلى المعاصي والفواحش التي تكون في باب الشهوة، ومنتهى هذه الطاعة الزنا والعياذ بالله تعالى. رب العالمين في كتابه الكريم في سورة الإسراء ذكر وصايا وذكر أوامر وذكر أمورا حسنة يحفظها كثير من المسلمين، ولكن قل المنتفع العامل بها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تكن متبعا ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وكما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يقول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عباد الله، علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد أنفسنا لإقامة أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نكون مسرعين بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، فإن سوف من أعظم جند إبليس، كما قال بعض السلف: احذروا سوف فإنها من أعظم جند إبليس. بادر إلى التوبة الآن، بادر إلى التوبة التي تستوفي الشروط من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه. تب إلى الله تعالى توبة صحيحة نصوحة، واحرص على أن تكون معلقا قلبك بربك سبحانه وتعالى، واحرص على أن تملك نفسك، فإن الشديد ليس بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واعلم أنك تعصي الله تعالى بجهلك، فكل من عصى الله تعالى فهو جاهل، انتبه أو لم ينتبه، وعى أو لم يعى. عباد الله، من المستحب أن يصام يوم العاشر من المحرم، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم العاشر من المحرم إنه يكفر ذنوب سنة، كما يقول أهل العلم إنه يكفر ذنوب سنة من الصغائر، والكبائر لا بد أن يتاب فيها إلى الله وأن يستغفر الله تعالى حتى يتوب الله سبحانه وتعالى ويغفر هذه الذنوب الكبيرة. والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة، وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالمستحب أن تصوم يوم العاشر، والمستحب كذلك أن تضم إليه صيام يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فتصوم يوم التاسع ويوم العاشر. هذا من المستحب وفيه الثواب الجزيل إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. والصيام عموما في شهر الله المحرم أمر حسن، بل هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
فأفضل الصيام في الأشهر بعد رمضان أن تصوم في هذا الشهر الذي هو شهر الله تعالى المحرم. هذا هو المشروع لنا في يوم العاشر، وليس مشروعا أن يوسع المرء توسعة خاصة في هذا اليوم. وسع بما يرضي الله سبحانه وتعالى على أولادك في مختلف الأوقات، لكن لا تخص هذا اليوم بشيء، ولا تخص هذا اليوم بطعام معين، ولا باحتفال معين، ولا بزينة معينة، ولا بشيء معين، لأن هذه الأشياء وهذه الاحتفالات وهذه الأطعمة الخاصة والمزينة قد أحدثها بعض النواصب أو الجهلة في قبال الرافضة، الذين جعلوا في قبال الرافضة الذين هم الشيعة الشنيعة الزنادقة أعداء الإسلام والمسلمين حقا، أحدثوا في هذا اليوم ما أحدثوا، وجعلوا يوم العاشر من المحرم يوم حزن ومأتم، يوم حزن ومأتم. في قبالهم أحدث من أحدث التوسعة والاحتفال. هذا ليس مقبولا وذاك ليس مقبولا. التوسع والتزين والاحتفال ليس مقبولا، وكذلك الحزن والندب ليس مقبولا، حتى لو كان فيما يزعمون على الشهيد السبط الجليل السيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فمن هو خير منه كأبيه وجده عليه الصلاة والسلام؟ لا يجعل يوم وفاته ولا يوم شهادة أبيه، لا يجعل شيء من هذا يوم مأتم ولا يوم حزن. فكذلك يوم شهادة الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما من باب أولى، ونحن الأولى بالحسين رضي الله تعالى عنه، ونحن الأولى بأهل البيت، ونحن إن شاء الله تعالى أتباع أهل البيت حقا وصدقا لا كذبا وادعاء. والذين قتلوا الحسين وهم ظالمون ومعتدون، هؤلاء الذين قتلوه يجدد شأنهم ويجدد ظلمهم على أقبح الوجوه وعلى أسوأ الحالات. هؤلاء الرافضة الذين أمعنوا في المسلمين في مختلف البلاد، في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي بلاد اليمن وفي غيرها، أمعنوا في المسلمين قتلا وتشريدا وتسلطا بالسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم ورثة قتلة الحسين، بل هم شر من قتلة الحسين اعتقادا ونهجا ودينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين هم ورثوا قتلة الحسين على أبشع حال وعلى أسوأ فعال، يقولون إنهم يحزنون لمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. ووالله ثم والله لو رآهم الحسين رضي الله تعالى عنه لقاتلهم ولحمل عليهم السيف ولرآهم أحق بالجهاد من كل من يجاهد. وأقسم بالله ولست حانثا في هذا، فإن أباه أمير المؤمنين هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فكان إماما للمجاهدين وكان سيفا قاطعا على المشركين. وكذلك ولده الحسين من بعده، من تدبر وتفهم يعرف حقيقة من هم ورثة الحسين ومن هم ورثته، من هم أبشع حالا وأسوأ اعتقادا ومقالا بكثير من قتلة الحسين. وأما الذي نعتقده نحن فهو أن من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه أو رضي بقتله أو أشار بقتله أو شارك بهذا أو رضي بقتله ولو بعد قرون، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما يذكر هذا أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتابه: من قتل الحسين أو أعان على قتله أو شارك في قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن شيئا من هذا لا يقتضي فينا ولا يقتضي منا أن نكون من هذه الشرذمة الشنيعة الذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالشيعة ويزعمون أنهم شيعة أهل البيت، وقد كذبوا في هذا، وقد بان من المخططات وبان مما يكون منهم من حركات
أنهم دائما مع أعداء الإسلام، وأنهم موالون لأعداء الإسلام، وأن غرضهم الحقيقي، انتبه منهم من انتبه وغفل من غفل، لكن غرضهم الحقيقي في نهاية الأمر أن يقضوا على الإسلام والمسلمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.